بيتكلم عن موضوع التذاكر. تفضل. هناك مشكل كبير في تذاكر مباراة المغرب مع اسبانيا، يعني كل المغاربة الموجودين في الدوحة ما عندهمش تذاكر، ولما يريدون شراء تذاكر وصلت في السوق السوداء الى 1500 2000 دولار. الفيفا اضافت 5000 تذكرة للمغرب اليوم، راحت في 12 دقيقة، وبالتالي مع الطائرات اللي جايين للمباراه يكون تنظن هي ما تحلش مشكل التذاكر، يكون واحد المشكل امني يوم الثلاثاء. خلصت طال عمرك؟ انا والله خايف من المشكل الامني. ما في مشاكل امنيه في قطر هذه اولا. لا ان شاء الله. اثنين، احنا طلبنا الاخ فوزي لبجع، اسمه فوزي لبجع صح؟ نعم. رئيس الاتحاد المغربي. نعم. ورفض انه يطلع معنا. هذا اثنين، نقدر يمكن منشغل المباراه ما بعرف، لكن احنا جبنا رئيس الاتحاد الاسباني وطلبنا رئيس الاتحاد المغربي ما طلع معنا. كنا حابين نفتح معاه المواضيع ونشوف يعني، وحتى يعني تكلفني بها القضيه؟ ها؟ تكلفني بها؟ نتكلم مع كيفك؟ اهلا وسهلا فيه. نعم. بس احنا انا اقول لك اياه، احنا طلبناه انه يجي لنا وهو رفض. هذا اثنين. ثلاثه، خطابك طبعا يتوجه للفيفا. فيفا الاتحاد الدولي في النهايه هو عليه انه يوفر تذاكر للمغرب او لاسبانيا او لاي منتخب اخر. النقطه الرابعه، المفروض الاتحاد المغربي يتحمل، او الجامعه المغربيه يسمونها، هم يتحملوا المسؤوليه الكامله في توفير التذاكر الى الجمهور المغربي. اربعه، انت ذكرت ان في طيارات راح تجي الى قطر بسبب يريدون الحصول الذهاب الى المباراه. ما في شخص يركب الطياره الا معه بطاقه هيئه. هي تعطى بدون تذكره الان منذ لا لازم يكون عندك سكن. لازم يكون عندك سكن. لازم من اثنين لازم يكون عندك سكن، ولكن واسمح لي، لكن مش معناتها الان تجي من بلادك وتدخل مباراه اذا ما عندك تذكره. يمكن لي نجاوبك، لان كاين واحد المشكل. انا بالنسبه لي الفيفا انا بالنسبه لي مش منطقي تبيع قبل بدايه البطوله ثم النهايه، مش منطقيه، خصوصا ان التذاكر بيعت. اسامه انت انسان متمكن وانسان مهني ومحترف. نعم. ومعاش بطولات كاس العالم. دائما الفيفا هذه اللي تفعله، الفيفا هذا عملها من قديم الزمان، ولكن هم شو يسوون؟ يعطون بلوك على عدد معين من التذاكر ومن ثم يعيدون طرحها. مثال انت ذكرت الان ان هناك 5000 تذكره تم بيعها للجمهور المغربي صح؟ اضافيه. اي خلاص، ايش معناتها؟ لا يكون هناك، انا ما عنديش حلول، لكن كان لازم علي نطرح المشكل، لان توصلت ب 5000 ميساج، كان لازم علي ووعدت الناس بان نطرح المشكل. حقق واطلب من الله ان نجد الحلول. لو انا في يدي او انا عندي تذاكر اعطيها للجمهور المغربي بالطبيعه، انا راح اكون معاهم يعني قلبا وغالبا يعني. ليس لي شك. ولو حصلنا اي حل ممكن نطرحها مباشره حتى ننشر حتى الجمهور المغربي خاطئ، المنتخب المغربي خاطئ عليه لان لم يثق في منتخبه. الكل اشترى فقط 3 تذاكر الاولى، وكان يمكن له يشتري التذاكر حتى نهايه مسار المنتخب الوطني المغربي، وبالتالي يجب على الجمهور المغربي في المرات المقبله ان يثق اكثر في منتخب بلاده. احسنت. هو متفقين. في النهايه كل اتحاد له نسبه معينه من التذاكر. يعني لذلك ممكن اقول لك لما باعوا 5000 لان هناك في تذاكر بيعت قبل البطوله في اكثر من مناسبه واكثر من تاريخ. اللي اشترى تذاكر اشترى. الان من الصعب اني انا والله اذا الجمهور اشتروا التذاكر اروح اقول لهم والله اعطوني تذاكر. لكن هناك مشكل اخر، وان السوق السوداء ممنوعه في الفيفا، ممنوعه منعا كليا اصلا سوق سوداء اصلا. والان كاين سوق سوداء، فبالتالي اطلب الله يخليك، اطلب من الفيفا ان تفتش في السوق السوداء، على الاقل الناس اللي يبغوا يبيعوا التذاكر يبيعوا ب 10% 20% اضافيه. ماشي التذاكر وصلت 2000 دولار. اسامه انت كلامك مظبوط، بس انا موضوع السوق السوداء ممكن يحصل في مثلا في ضد ماتش ديربي او ماتش قمه يبقى في سوق سوداء، اما ده حاجه تبع الفيفا، لان اللي هياخد التيكت ده زي ما ابو جاسم قال لك ان في ناس واخده كل الماتشات بيع التذاكر، في يعني في ناس واخده من اول ماتش للماتش النهائي. يعني تبقى صعب ان حته ان انت لكن مش لا لما لم ياخذوا ثمن النهائي، هناك ناس ما عندهمش علاقه بالمباراه نهائيا خذوا تذاكر يعني. بس هو مش متوقع ان كان ممكن المنتخب المغربي او منتخب عربي يوصل لدور ال 16 او دور الثمانيه. انا برضه عايز اقول لك كده برضه، يعني حتى لو في واحد بيفكر ان هو ياخد تيكت ويبيعه في سوق سوداء، هو مش متوقع ان نجحوا. زي خليهم يشتروا التذاكر اللي بعد مباراه اسبانيا. لا حتى تذاكر مبيوعه احمد، حتى تذاكر ربع النهائي متباعه. ابو جاسم بالك اهو
متباع حتى تذاكر ربع النهائي مبيوعة قبل لا يعرفون مين اصلا. بس يا كعب انا عشان كده بتكلم. طيب يعطيكم الصحه وان شاء الله رسالتك توصل. شكرا جزيلا يعطيني الفرصه باش نطرح هذه الاشكاليه. شكرا. انا بالنسبه لي اشكاليه ان شاء جماعية. الله ان الجمهور المغربي يحصل تذاكر كلها بقيه، واحنا ندعمكم بقوه يعني، انتم منتخبنا. لا شيء ما احنا فيش الان نقاش. خلفكم معاكم يعني ان شاء الله. انا طيب. لو كان عندي شك في هذا ما طرحت الموضوع. الله يسلمك.